من أكثر الأسئلة على طنجرة النينجا طريقة عمل البطاطا المقلية، وهي من أسهل الوصفات بطنجرة النينجا. فراح نشوف بهذا الفيديو طريقة عمل البطاطا المفرزة، وفيديو قادم إن شاء الله راح نشوف البطاطا العادية كيف نفرزها أو كيف بنقليها بطنجرة النينجا لتطلع معكم مقرمشة وطيبة على كيفكم. فخلينا نشوف مع بعض. بنشغل الطنجرة، وعلى النظام الأول بنختار البرنامج الأول برنامج اير فراي. راح نختار من على اليمين درجة الحرارة 170 درجة، ومن على اليسار 20 دقيقة من الوقت مثل ما نكون شايفين، وبنكبس على زر ستارت لتبدأ الطنجرة. راح استعمل هاي البطاطا جايبها من الليدل. طبعا هاي اخواتي بتعتبر من نوعية وسط، ولكن هي الشغلة مو بنوعية البطاطا ولكن بطريقة عملها بالطنجرة. أول شغلة اخواتي بنسويها بندهن السلة بالزيت مثل ما نكون شايفين كرمال ما تلزق، وبعدها بنفتح الكيس أو بنطالعها من الثلاجة للبطاطا وبنحطها مباشرة بالسلة بدون غسيل وبدون ما تفك نهائيا من الثلج. بالنسبة للكمية اخواتي لازم ما يكون كتير، يعني قدر صحن مثل ما نكون شايفين بحيث يكونوا مفرفدين ويقدر الهواء يتحرك بيناتهم. ومنبخ عليها بختين زيت مثل ما نكون شايفين، وبنعمل لها تحريكة لحتى كل بطاطاية تاخد زيت. بنفتح الغطاء، طبعا بتكون صار لها الطنجرة دقيقتين شغالة، وبعدها بنحط البطاطايات بقلب الطنجرة و18 دقيقة بيكونوا جاهزين معنا. طبعا بنص الوقت راح تزمر الطنجرة على 10 دقايق. بنفتح بنعطيهم دهنة زيت وتحريكة خفيفة كرمال ما نكسرهم، وبنستنى عاد لا يخلص الوقت وبتكون البطاطايات جاهزين معنا. طبعا اخواتي راح تاكلوا بطاطايات صحيات ومقرمشين وما فيهم زيت وشي ناهي على الاخر. جربوا الوصفة وخبروني ارائكم بالتعليقات، ولا تنسونا من الاعجاب والمتابعة، وسلام.